الفيديو اللي انا هعرضه قدامكم دلوقتي ده انا نزلته امبارح على صفحتي، والدنيا قامت ما قعدتش. بنات كتيره جدا دخلت انتقدتني، وبما اني شخص دايما متعود ابص على الجانب الايجابي تجاه اي حاجه سلبيه، فاسمحوا لي استغل الفرصه دي افضل استغلال، ونشرح مع بعض الصوره كامله ونحللها بمستوى علم نفس اعمق بكتير علشان نفهم ونستفيد كلنا. نتفرج على الفيديو وبعد كده نرجع نكمل. ايه سبب انها في يوم وليله ما تبقاش عايزاني مع انها كانت دايما متلهفه انها تشوفني وتسمع صوتي؟ بص يا صديقي، متقلب الود لا يؤتمن. ممكن تكون هي بس كانت عايزاك وقت الاحتياج النفسي، مشاعر مؤقته، لما راحت خلاص انت انتهيت بالنسبه لها. هنا البنات انتقدتني لانهم مش متخيلين فكره وجود بنات بتغدر وبتخون وبتتغير فجأة، مع اني نزلت فيديو 3 دقايق بحذر فيه البنات من الولاد اللي بتتسلى. مفيش ولا بنت انتقدتني ولا قالت لي اي حاجه، حتى الولاد نفسهم قالوا لي ان كلامي صح. وعلشان نكونوا متفقين مع بعض خلينا معترفين ان زي ما في ولاد بتخون وبتتغير فجأة، في برضه بنات بتخون وبتتغير فجأة. هي فكرة بس في التناسب ما بين الاثنين، ان عدد الولاد اكتر في الخيانة من البنات. جهز مشروبك المفضل واهلا بيك في رحلة نفسية خطيرة جدا. اول حاجة، الشخص استخدم كلمة تغيير مفاجئ، قال ان هي اتغيرت عليه فجأة، كان ممكن يقول ان هي اتغيرت بالتدريج، وده يفهمنا الفرق ما بين التغير التدريجي والتغير المفاجئ. كنا عرفنا الدوافع بتاعه الاثنين، ده هيمكننا ان احنا نفهم حاجات كتيره جدا ما كناش واخدين بالنا منها. نمسك مثلا التغيير التدريجي، ده ممكن ليه اسباب كتيره جدا لا تعد ولا تحصى، بس ابرزها العناد بين الطرفين، ودخول طرف ثالث، فقدان الشغف تجاه العلاقه، ان العلاقه اصلا حب من طرف واحد، واخر حاجه تركزوا فيها ان العلاقه اصلا احتياج نفسي. تمام؟ نخش بقى على التغيير المفاجئ، وده انا شايفه منطقي جدا جدا ان البنات بتقوله ان ممكن يكون هي شالت منه كتير واستحملت منه كتير، بس النقطه دي هنشرحها بعدين. دلوقتي اللي شايفه منطقي اكتر من منظور علم النفس، وهو ان في احتياج نفسي وعاطفي البنت كانت عايزاه من الشخص ده، فلما الاحتياج ده اشبع داخلها بقت نفسها مش محتاجه الشخص ده، مش عايزاه اصلا في حياتها تاني. وهنا ده يعرفنا في الدوافع السلوكيه بتاعت الافراد ان في ناس بتواجه وفي ناس مش بتواجه خالص. في واحد مثلا داخل يتسلى ببنت بعد ما اخذ منها اللي هو عايزه من اهتمام وحب واحتواء، رفض حتى ان هو يوجهها ويقول لها ان هو بيسيبها ليه، لا هو سابها خلاص فجاه من غير ما يقول لها ليه. كذلك الموضوع مع البنات، في بنات بتبقى لسه خارجه من علاقه فبتخش ترتبط بواحد لمجرد ان هي عايزه تحس بانوثتها وتحس بكيانها وان هي تستحق ان هي تتحب، واول ما اخذت كل اللي هي عايزاه بعدت فجاه بدون اسباب، وده بيحصل. بص، هو كلامك مقنع ومنطقي، بس ليه ما نقولش ان البنات فعلا استحملت كتير